تريد الهداية، تريد الهداية إلى كل ما ينفعك، إذن لن أطيل عليك. واحد، كثرة ذكر الله. نور كثرة ذكر الله. لن تستطيع على الثلاثة التي بعدها إلا بهذا السبب. والذاكرين الله وكثيرا والذاكرات كثيرا كثيرا. هل أنت ذاكر كثيرا في سيارتك، في مشيك، في دخولك، في طلوعك، في بيتك؟ اذكر الله حتى يقال عليك موسوس. اذكر الله حتى يقال عليك موسوس. هذا ما يسكت لسان. اذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين. قولوا آمين. عشان يهديك لو تريد الهداية حتى في أمور الدنيا، يهديك إلى الحكمة، يهديك إلى اتخاذ القرار الصح في كل شيء. أقل الناس ذكرا لله دائما أصحاب قرارات خاطئة في كل حياتهم، العائلية والعملية والمادية والاجتماعية، كل شيء. أسأل الله أن يرزقنا ذكره كثيرا. واحد، ذكر الله. اثنين، قراءة القرآن. القرآن سمى الله هداية، يهدي. قراءة القرآن وإن كان من ذكر الله ولكنه يحتاج إلى بند خاص. من منا له وقت خاص للقرآن كل يوم؟ من؟ إننا نعطي القرآن فضل أوقاتنا لو كان أعطينا، ولذلك نضل، نخطئ، نذنب، نعصي، نتخذ قرارات خطأ في كل شيء. اقرأ القرآن كل يوم ربع ساعة على الأقل، طبعا كل يوم ربع ساعة على الأقل للقرآن. يا بخير، ربع ساعة ما تعطيها للقرآن من 24 ساعة، ربع ساعة بس بشرط اجعلها منظمة في وقت معين. خلاص الربع ساعة اللي بعد صلاة الظهر يعني بعد صلاة الظهر، بعد الفجر من 10 إلى 10 وربع انتهى. لا يمكن تجيب على تليفون ولا تتصل على أحد ولا تكلم أحد. الربع هذه الساعة للقرآن. وانظر النتيجة، لأن القرآن عجيب ولا ما هو عجيب؟ في سورة الجن إنا سمعنا قرآنا. ما العجيب في القرآن؟ الآية التي بعدها